بصوا عايزه اوريكم بس حاجه. بصوا شايفين وشي؟ مفيش حاجه بتيجي بالساهل والله، وكله بيجي يعني ربنا العالم بالحال. شايفين اهو ميه بصر ميه، بس الحمد لله على الستر والصحه. مساء الخير يا غاليه، مساء الخير يا غاليه. مطلوبه بالاسم، مطلوبه بالاسم. هتطلعي معايا على اليوتيوب يا بيض. طبعا حطيت لها التبنه اهو، هجيب لها رشه عشان ايه ترضى تحلب معايا. يو نسيت امسي عليكم. مساء الخير يا اولاد، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا بناء على الطلب الجماهيري لكل متابعينا، لكل اخواتي وحبايبي اللي عايزين يشوفوا فيديو حليب الجاموسه، بس ايه كده يعني من بعيد. حاسبي خليكي امير. انا لسه بشكر لهم فيكم بقول زيزي دي قد الدنيا. لا الرشه الاول. حاضر، هي عايزه بس الرشه بتاعتها عشان تاكل. الفيديو اللي فات، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين. دي دقيق على رده على عيش. عندك فول عايزه تحطيه، قشر فول عايزه تحطيه، كل اللي انت عايزه تحطيه حطيه. اه ويا غالي، ويا غالي. بص انا هسيبها تاكل شويه، فبعمل نصحى عليها، ما بحطلهاش اللي تاكل، اسيب شويه عشان لما اجي اقعد تحتها على طول احطها لها. اهو اهو خدي جايبها لك اهي. خدي. هروح هناك. روحي بقى ما تسيبيناش قدام الاجانب يا مزانتي يا غالي. يلا كل كده بقى نقعد تحتها واحنا مطمنين، مش قوي يعني. سموا الله كده يا اولاد، سموا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. وايه بسم الله اهو. بصوا ونمسكها كده ونفضل ايه نملس عليها بايدينا كده بالراحه اهو. مفيش اسهل من كده والله. كل حاجه يا ولاد بالرضا بتبقى سهله وبتهون وبتعدي على طول. انما طول ما انت بتعملي الحاجه من غير نفس ومن غير مزاج، يبقى ايه هتحس ان هي جبل كده، يعني بتعملي فيها وبتشتغلي فيها وما بتخلصش. ربنا يحميكي ليا يا مزانتي يا غالي. بص له مسلمه عليه، تحسوا ان انا عايشه في فيلم كرتون. اي أيوة والله، انا مش قدام الكاميرا كده، لا انا بتكلم معاهم عادي خالص. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا هادي يا رب يا هادي، ودي الشيطان غادي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة البهيم لا مؤاخذة يعني بيحس بالبني آدم، ويعني بيحس نفسه هادي عليه، فربنا بيهدي لي. انما بقى ضرب ويعني سبحان الله، حتى الحيوان ما بيجيش بالضرب والشتيمة. ربنا يحميك يا وش السعد يا وش الخير. كان في حد قال لي ان هو عايز، يعني بيقول لو انا عايز اعمل المواشي دي مشروع يعني واجيب عندي واعمل. هقول لك على حاجه، هي لو انت مأجر الارض، لو انت عندك ارض فبتكون يعني حلوه معاك، يعني بتمشي نفسها كده، بس بتبقى فاتحه البيت. كفايه بس انك انت معين من عيالك بيطلب حته جبنه ولا بق لبن ولا معلقه قشطه، بتلاقي في بيتك كل حاجه. ربنا يا رب يكتر علينا وعليكم الخير، اللهم امين يا رب العالمين. انما لو انت هتأجر بقى وهيبقى ايجار ارض وشراء علف
وكل حاجه بقت غاليه، يعني شكاره الرده ب 500 جنيه. فما يعني ما انصحكش، ده رايي انا والله. هتقولوا انت بتحبي لنفسك الخير، لا والله يا جماعه، والله العظيم انا بحب الخير للناس كلها. بس بصراحه الموضوع لو في ايجار وكده هيبقى مش مجزي قوي يعني. هي كده بسم الله ما شاء الله حنت اهي. اسمع، بص بق لو كده ونعمل ايدينا كده. مين مين اللي بيفتح؟ ايوه يا رضعينا تعالي. عم محمد من جوه ولا التليفون؟ تليفون مين؟ تليفون عم محمد. لا انده على ايه يا ندى فوق، او رن لها الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهي واحده واحده كده اهو. بسم الله ما شاء الله. وطول ما ضرة الجاموسه نظيفه تلاقي اللبن بتاعك نضيف وحلو مفيش فيه اي حاجه. بسم الله. انا قلت اقربكم ليا شويه. اسمع، تمسكين بقى اتنين اتنين. اسمع، بقول استهدي بالله. اسمع، بقول انت خايفه من التليفون ليه؟ ده حبايبي، ده حبايبك ومتابعينك يا غالي اللي طالبينك بالاسم. المفروض تعملوا هاشتاج عايزين ام زناتي. اسمع، لسه انا اجري وراك ولا ايه؟ بصوا على فكره والله من ضمن الاسباب اللي انا ما كنتش برضه اصور كده بوشي ان انا مش ببقى اقعد تحت الجاموسه بالطرح، لان شايفين لو شايفين وشي كويس ما بصر ميه لان الجو هنا حار. بس يلا عشان خاطركم. دايما في الصيف بيختلف عن الشتاء زي ما قلت لكم قبل كده، ودي بتبقى ارزاق. يعني ما تروحي تشتري جاموسه اعزكم الله، يعني ما تقوليش مثلا ده بتجيب عند فلان 10 كيلو ولا بتجيب 8 كيلو ولا بتجيب 2 كيلو، لان ده رزقه وربنا بعتهوله. ما تيجي عندك هتبقى برزق تاني، هيجيلك انت برزقك انت، سواء بقى ربنا مقدر لك الرزق كتير ولا الرزق شويه. فلازما على الكتير والشويه تحمدي ربنا. هي دي بس كنت عايزه اوضح لكم الحكايه دي. اسمع خلاص اهو، ما تقلقيش خلاص.
عشان ايه تشدوا كل اللي فيها كده، ما تخلوش فيها حاجه. والحمد لله فضل ونعمه، وستر بيتي وفتحات، ومش مخليه ولادي يبصوا بره. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، فضل ونعمه اهو. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. شايفين اللبن نضيف ازاي وبيشطف زي الفل. بصوا يا حبايبي، التعليق اللي كان بيقول لي انت، او كانت بتقول لي انت مش عايزه تطلعي وانت بتحلبي الجاموسه بوشك علشان خاطر الحسد ومش الحسد. اي نعم هو الحسد مذكور في القران وكل حاجه، بس والله ده مش موضوع خالص. الموضوع كله ان انا كنت عايزه، يعني كان مطلوب مني ان هي اوريهم ازاي بيحلبوا ازاي. فانا كنت عايزه اقرب لها المسافه علشان خاطر تشوف انا بحلب ازاي وطريقه ايدي في الحلب ازاي، علشان خاطر ايه اللي عنده معلومه يقولها صح. انما مش موضوع حسد ابدا والله. وكمان الجو حر زي ما قلت لكم وزي ما وريتكم، والله انا ما بكذب. بصوا لو بصيتوا على وشي والله العظيم هتلاقوا ميه كده. فهو ده كل الموضوع. انما اهو انا وزيزه، تعالي يا زيزي يا غاليه، تعالي يا ميزانات اهي. ربنا يحميها يا رب ويوسع رزقنا ورزقكم اللهم امين. حبايب قلب الفيديو كده يكون خلص معاكم. اللي ما اشتركش معايا في القناه بقى يا ريت ينورني باشتراكه ويفعل زر الجرس ويحط لي لايك عشان الفيديو يترفع. وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويوسع ارزاقنا وارزاقكم اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. سيبكم في رعايه الله.